خير حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. عاملين ايه؟ اخباركم؟ احنا النهارده الاثنين بقى، ولسه الظهر بيأذن، هو لسه مفطرتش ولا حطيت لقمه في بقي خالص، بس كنت باكل بلح. جوزي جاب لي بلح ينشف الريق بصراحه. بصوا، مش اللي هو البلح الاحمر البلدي بتاعنا ده، بلح احمر هو يعني مسكر وجميل، بس يعني هو ايه اللي هو البلح الحلو عامه. يعني ايه، نزلت ريت عيش وخدت العيش بتاعي وطلعت وجبت بتنجان الصبح، وخدت نفسي اشتريت شويه حاجات، وخدت نفسي خيار وحاجات، وقلت اجيلكوا بقى ايه نفطروا مع بعضينا ونحضروا الفطار. البالونه دي خليها فين؟ خليها هنا معانا اهي، تصور معانا بالمره يا نومنا صواب. ايه، اشتريت كل حاجه وجبت البتنجان وجبت كل حاجه، قلت عشان نعمل مسقعه من بابا غنوج. اجي ادور نسيت ان انا عندي طحينه، وما اشتريتش من تحت بعد ما طلعت 5 ادوار. طبعا احنا عندنا مفيش اسانسير، عندنا سلم. المهم جيت برضو اتصرفت، عملت بصوا، عملت البتنجان شويته وعملت عليه طماطم وشطه وخل وليمون وظبطته وكمون وتوم. بقى المنظر ده في طبق السمك بتاعي، ابقى اوريهولكم في مرة. قطعت الخيار وقطعت عليه بتنجانيه، عملتها ورده. شفتوا البتنجان بقى بيتعمل عندنا ورده دلوقتي. وعندنا ملوخيه، ملوخيه اللي ساندي كانت بتصور بيها امبارح. وعملت شويه مسقعه نفسي يا ناس تعالوا كلوا معانا بالله عليكم. بصوا، مسقعه. وعملت الفول فولاتيزم، عارفين الفول؟ بقول لك كل فول، وقطعت عليه طماطم بقى وشويه حاجات كده ظبطته. وهنا ايه، جبنه قديمه جوزي بيجيبها من عند ناس هناك جيرانه في البلد في الارياف في تاي البارود. جبتها جميله قوي، قطعت عليها طماطم تحفه. حاضر يا سلام، حاضر. وجوزي من فرحته بيا عشان عارف ان عندي السكر بيروح يشتري مربى. عارف ان العيال اللي بتاكل مش انا. بس برضه بيجيب المربى. هنفضي المربى. عايزه ايه يا سادة؟ لا اله الا الله يا سادة، لا اله الا الله يا سادة. المهم ايه، هنفضي بقى المربى. ايه الخيبه السودا بقى يا جماعه؟ مش خيبه سودا يعني، ان انا ما بشوف المربى بحول، اما بشوف الشوكولاته بتجنن. انا بعشق الشوكولاتات. يعني سبب ان انا اساسا ممكن يكون جالي السكر سببه ايه؟ هنقطع الطماطم بقى الجبنه بقيتها. سببه ان انا ايه، بحب الحلويات. ولحد الان والله كل يوم يدخل يجيب اي حاجه، البتيهات اللي عليها شوكولاته، يجيب لي جلاش، يجيب لي حاجات كده. هو واخد نفسه جاي. وراح النهارده جايب لي، امبارح جاب لي بلح. بلح بصراحه يسد النفس، بس حلو كتر خيره انه جاب. اللي هو البلح ده مسكر وجميل، بس ينشف الريق، مش عارفه ليه هو مسكر. مش البلح بتاعنا البلد بتاع زمان ده اللي كنا بنجيبوه، كان يبقى طعمه حلو. المهم ايه، قلت كتر خيره اللي جاب. الناس اساسا ما هيش لاقيه، والعالم كله بايظ. والله الدنيا كلها بايظه مع الناس كلها، وربنا اول عالم يا رب عليها فيه. بس ايه رايكم في البيجامه دي؟ جميله، انا اول مره البسها. حلوه. قلت اطلع اصور معاكم بالبيجامه، كل شويه اطلع بالعبايه واطلع بالاسدال. ايه، اوريكم الارنوب اللي عليها، شكله جميل. ومع ان الدنيا عندنا ضلمه خلي بالكم، بس يلا هنعمل ايه. عايزه اظبط في الحمام شويه وفي الشقه، مع ان انا مش عايزه اعمل اي حاجه في الشقه، لان انا كده كده اساسا يعني هشتري شقه تانية. هبيع دي واكمل عليها وهشتري شقه تانية ان شاء الله، لان دي قرفاني بصراحه. الدور الخامس وانا عندي السكر ورجليا بتبدا تبوظ، والعظم بتاع رجلي، فمش هينفع ان انا ايه اكمل في الشقه دي اساسا. وادي الفطار مسقعه يا مسقعه، وادي البلح هنحلو بيه، والفولاتيزم، عارفين الفولاتيزم؟ بس انا هحط على الفول شويه خل. وادي الجبنه اهي، ماشي. الجبنه بقى القديمه دي تحفه، عارفين مش زي اللي بنشوفوها هنا في اسكندريه، مش حلوه. دي يجيبها لك كيلو 120 جنيه، بس تحفه تحفه تحفه. والمنبه يا معلمي،